السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله جايب لك عربيه معشوقه الجماهير. العربيه دي في ناس كتير قوي بتحبها، لانسر بومه موديل 2008. العربيه دي رش حزام وباقي العربيه فابريكا، يعني مسطحات فابريكا، تقدر تقول شنطه وكبوت وسقف فابريكا، حتى السقف بتاعها مكلح برده، وهنشوف ده كله مع بعض كمان شويه لما نوصل عند المرحله بتاعتنا. الفيديو ده احنا مش هنطول فيه عشان في ناس بتقول لك ان انت بتطول في الفيديوهات والكلام ده، فاحنا حابين ان احنا نقول المختصر كده، لان معظم العربيات طبعا بتكون الناس عارفاها، بس انا بحب اوضح المعلومه يعني كانك موجود معايا وكانك بتتفرج هنا بالظبط. المهم ان العربيه زي ما قلت لك طبعا من الواجهه الاماميه هي ما فيهاش اي خلافات ان احنا نتكلم عليها، او اي حاجات مثلا معينه زياده في العربيه نتكلم عليها، ولكن هقول لك ان العربيه دي ماشيه 200,000 كيلو. العربيه دي 2008، رخصه سنه كامله، مرور شبين الكوم، منوفيه. العربيه دي كمان سعرها برضو كويس قوي، سعرها 390,000 جنيه، وهيبقى عليها اوفر كمان كويس برضو من خلال المعرض هنا. العربيه كمان بالمناسبه موجوده في معرض سيتي كارز. المعرض ده موجود على طريق شبين الكوم اوسنا، امام بنزيمه التوتال، اداره المهندس محمد الخولي. طبعا اي حد هيجي من خلال الفيديو هنا هياخد اوفر حلو قوي فوق سعر العربيه اللي هو اوريدي اصلا سعرها ممتاز. عربيه طبعا اوتوماتيك. العربيه الفئه اللي قبل الاخيره طبعا بتكون ناقصه فتحه السقف فقط. قلت لك ان العربيه حالتها ما فيهاش حاجه خالص، بعض الخرابيش البسيطه جدا، ولكن الكبوت ما شاء الله ما فيهوش ولا غلطه. السقف بس هو اللي فيه بعض التكليحات البسيطه كده، والعربيه ما شاء الله حالتها ممتازه. تعال اما نشوف بقى جنب العربيه مع بعض، يلا بينا عشان ما نطولش عليك. ولكن برضو فضلا وليس امرا دعم حضرتك ليا بلايك جميل من ايديك الحلوه، واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا عشان تستفيد معانا بكل العروض اللي ان شاء الله هنقدمها لك. هنحاول نوفر لك افضل العربيات باقل الاسعار، ولو انت محتاج عربيه معينه تقدر تتواصل معايا من خلال الارقام اللي هسيبها لك في اول الفيديو، وان شاء الله اقدر اساعدك. انا مش تاجر، ولكن ان شاء الله اقدر اساعدك لاننا بنتعامل مع اكتر من 50 معرض على مستوى الجمهوريه. يلا بينا تعال نشوف باقي العربيه. طيب تعال ما نشوف بقى جنب العربيه دلوقتي مع بعض. طبعا زي ما قلت لك ان العربيه رشه واخده حزام، يعني الجنبين الاثنين راشين زي ما قلت لك، فطبعا برضو البويه بتاعتهم لسه جديده، ما فيهاش خرابيش، ما فيهاش اي حاجه، حاله ممتازه قوي. الكاوتش بتاعها برضو النقشه بتاعته يعتبر حالتها كويسه، يعني ممكن نقول من 75 ل 80% الحاله بتاعته كنسبه. وبرضو الكاوتش انتاجه مش قديم، الكاوتش برضو نوعه نظيف تمام، اللي هو اللاسه ده. اللاسه برضو مشهوره وفرده محترمه وكويسه، هي بتكون ناشفه شويه. العربيه طبعا ما فيهاش اي تفاصيل من الجنب ان احنا نتكلم عليها، زي ما قلت لك مرايات ضبط كهرباء هنشوفها لما ندخل. اللوكر بتاعتها اللوكر اللي هي معروفه تقليديه جدا بتاع اللانسر البومه. تعالوا اما نشوف بقى ظهر العربيه مع بعض عشان ما نطولش عليكم. طبعا زي ما قلت لك فضلا وليس امرا حضرتك تدعمنا بلايك جميل من ايديك الحلوه، وتشترك في القناه معانا لو انت لسه ما اشتركتش عشان تستفيد بكل الحاجات اللي احنا هننزلها، وان شاء الله برضو تساعدنا ان احنا نستمر في تنزيل الفيديوهات، ونحاول نجيب لك عربيات في اكتر من مكان بافضل الاسعار وافضل الحالات. يلا بينا. طيب طبعا العربيه من الظهر هنا ما شاء الله زي ما حضرتك شايف معايا حاله ممتازه جدا، كمان ما فيهاش اي ملاحظ مثلا من على الشنطه، بغض النظر عن الاكسدام. طبعا الاكسدام فيه بعض الخرابيش البسيطه كده، ولكن ده طبعا طبيعي لان عربيه الشعب بتتحرك كل يوم، فالكلام ده بيكون طبيعي جدا ان انت تتزنق مثلا في ركنه بتاع عربيات خربشها، الكلام ده كله حاجات عاديه يعني. لكن بقى العربيه زي ما قلت لك سقف وكبوت وشنطه ما شاء الله فابريك. بالشنطه ما شاء الله حاجه ممتازه، المسامير بتاعته كمان اهي ما فيهاش اي ملاحظ او ان هي تدل ان العربيه مغيره شنطه لا قدر الله او حاجه زي. تعال اما نشوف بقى داخليه العربيه ونبص على السقف بتاعها عشان ما نطولش عليك. يلا بينا. طيب تعال اما نشوف دلوقتي بقى سقف العربيه زي ما حضرتك شايف معايا، وتحس ان هو لون واحد لان طبعا هو ايه مكلح تمام. فكل حاجه بوريها لك على الطبيعه زي ما حضرتك شايف معايا، ودي الميزه طبعا اللي احنا بنقدمها. العربيه تقريبا سجرت بسم الله. طبعا فرش العربيه من الداخل حاجه ممتازه جدا. عندك كمان هنا الفرش من القماش، ودي حاله الصالون كمان. في عندك هنا مسند وسطي، وفي عندك مساند للراس، ولكن اللي هي القديمه خالص دي. عندك طبعا هنا من النص في درج صغير كده. حاله الكراسي ما شاء الله. تعال نشوف كده من قدام برضو. هنا عندك فرش الباب ما شاء الله حالته ممتازه جدا، وعندك هنا الزراير بتاعه الازاز، وعندك طبعا ضبط المرايات زي ما حضرتك شايف. تكييف ثلاجه طبعا شغال، والحاجات دي هنجربها مع بعض. الفرش الامامي برضو حالته ممتازه جدا. هنشوف العداد بقى بتاع العربيه. العربيه طبعا اوتوماتيك، مكيف فيها كاسيت عادي. العربيه كمان بالمناسبه فيها اير باج زي ما حضرتك شايف قدامك على الشاشه. شوف العداد بتاعها بقى عشان نختم. عداد العربيه 228,000 كيلو، يعني ما شاء الله العربيه برضو حالتها كويسه، والعداد بتاعها ده عداد شرعي. يعني كل ما تلاقي العربيه قديمه وعدادها كبير
ده بيدل على ان هي عداد شرعي. طيب كنت حابب اقول لك برضو ان احنا كده انتهينا الحمد لله من تصوير الحلقه بتاعت النهارده، وحابب ان انا اقول لك ملخص كده عن العربيه طبعا موديل 2008 الفئه الكلاسيك اللي هي قبل الاخيره، بتكون كامله ما عدا الفتحه، عربيه اوتوماتيك، عربيه عددها 228 الف كيلو، عددها برضو يعتبر متناسب مع الحاله بتاعتها. العربيه فيها ايرباج واحد موجود في الطاره. العربيه بسعر 390 الف جنيه، وهيكون عليها اوفر حلو برضو ان شاء الله لاي حد يجي من خلال القناه. بكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معاكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.